السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. بالنسبة للناس اللي متراكم معاها حاجات والناس اللي لسه ما بدأتش والناس اللي بتحاول ان هي كل مرة تستمر ويحاولوا مثلا ان هم يلموا كل اللي وراهم يكملوا ماشي يوم يومين حلو، بعدين ما يكملوش على كده او حتى يمشوا اسبوع وخلاص يقربوا يخلصوا اللي وراهم يرجعوا تاني يكتئبوا ويحبطوا ما يكملوش وراهم. الناس لسه ما بدأتش خالص، الناس اللي بيتراكم عليها حاجات كتير، الناس اللي حاسين انهم واقعين، الناس اللي هم بيذاكروا وبينسوا الكلام ده كله. الفيديو ده ان شاء الله يكون فيه افكار حلوة جدا تفيدكم بإذن الله. بُص يا شباب، أولًا كده أنت لازم تكون عارف إن كل الناس تايه منها حاجات كتير أوي، وكل الناس وقع منها أفكار كتيرة، وكل الناس وقع منها دروس كتير، وكله مراكم، كله مراكم، ومش كله حافظ الحاجات اللي بياخدها كده على طول وبيتنّيه فاكرها معاه على طول، لأ كلنا وكل الناس الفترة ديّة بتكون يعني يعتبر بتحاول تbalance ما بين اللي بياخدوه بيذاكروه أول بأول، وما بين اللي فات يراجعوا، لإنه بيتنسى بسرعة، منهج ثانوية عامة طويل، والوقت أكبر من كده كمان وقت كبير، وبالتالي تحس إن أنت بتنسى على طول، بتحس إن الحاجات اللي وراك دي كتير أوي، بتحس إن الكَم اللي أنت بتاخده كبير، بتحس إن أنت أصلًا كل ما تاخد حاجة بتُقع الحاجة اللي قبلها وهكذا. فأنت أولًا كده الإحساس ده طبيعي جدًا، 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 والتراكمات اللي عندك دي طبيعية جدًا، 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 وكل الناس في الفترة ديّة عندها نفس المواضيع دي، وعندها نفس المشاكل دي، وبتُقع بنفس الحاجات دي. فأنت ما تقعدش بقى تفكّر وتقعد بقى تضيّق على نفسك التفكير وتضيّق على نفسك الموضوع، وتضغط نفسك في إنه أنت لوحدك بس اللي كده، ما فيش حاجة اسمها كده. طيب خلاص أنا عرفت إن أنا مش أنا لوحدي اللي واقع في النقطة دي. إيه بقى الخطوة اللي بعد كده، إيه خطوة العلاج بقى؟ الخطوة اللي بعد كده في حل المشكلة ديّة إنه أنا أقوم أخطط وأعمل جدول، ما حدش يقول لي الجداول صعبة، أنا باحب الجداول اللي هي مش مرهونة بوقت، باحب الجداول اللي هي مرهونة باليوم كله، لكن وقت معين أو تحديد أوقات معينة في اليوم ما باحبش الجداول ديّة، لإنه أنا مثلًا يعني بيكون في تفاوت في أوقات المذاكرة، أنا ما باكونش عارفة وأنا باحط الجدول. في حاجات بتطلع منّي غصب عني، وقع منّي مثلًا الدعامة في النبات في الأحياء مثلًا، فأنت مثلًا كنت مثلًا محدد لها إن أنت هتذاكرها في 3 ساعات مثلًا، الموضوع أخد منّك أكتر من كده، أخد منّك 4، 5 ساعات، وأنت أصلًا كنت كاتب مثلًا من الساعة 09:00 للساعة 12:00 هاذاكر الدعامة في النبات، فأخد منّك أكتر من كده مثلًا خلصتها على الساعة 14:00 تمام، وأنت كنت كاتب أصلًا بعدها كمان tasks بقى في بقية اليوم، فأنت كده أمّا تحس إن أنت أخدت حاجة يعني المادة الأولانية زوّدت في الوقت عن اللي أنت كنت محدده، بتحس بعد كده إن بقية الجدول باظ منّك، بمجرد مثلًا ما ساعة أو ساعتين طلعوا برّه النظام اللي أنت حاطّه، بتحس بقية الجدول باظ، ده طبيعي يعني، وبالتالي أنا ما باحبش حتّة إنه أعمل جدول وأرهنه بوقت، أنا مش كده، أنا أعمل جدول أنا عندي المفروض النهارده أخلّص كذا وكذا وكذا، عندي النهارده مثلًا أول chapter في الأحياء المفروض يخلص، عندي مثلًا وحدة نحو المفروض تخلص، عندي مثلًا واقع منّي مثلًا نُص باب الكلمة الأولاني المفروض يخلص، الحاجات دي كلّها. فأنا لمّا آجي أحدد الحاجات دي وأحدد الحاجات المطلوبة منّي والتاسكات اللي موجودة التاسكات اللي عليَّ أحددها بالحاجة اللي عليَّ وخلاص، ما أحطش وقت ليها، أنا أحط بس وقت لليوم، إنه اليوم النهارده عندي كذا وكذا وكذا، بس كده، دي فكرة الجدول اللي أنا عايزاكم تحطوه لنفسكم، إن أنا النهارده خلاص إن شاء الله الchapter المتراكم عليَّ في الأحياء، إنه أنا بكرة بإذن الله خلاص وحدة النحو، وهكذا فاهمين؟ طيب تالت نقطة عايزة أكلمكم عنها في حل مشكلة التراكمات ومشكلة الحاجات تقع منكم، إنه يا شباب إنه 10 أيام ممكن يحلوا لكم كل حاجة، 10 أيام وأقل كمان والله ممكن أسبوع. ممكن تخلّص فيهم كل المتراكم عليك، ده على اعتبار إنه مثلًا أنت كل يوم هتاخد مادة كاملة تخلّصها أو تاخد نُص مادة مختلفتين، تاخد نُص الحاجة المتراكمة عليك في اليوم ده، تحس إن كل حاجة خلصت. في برضه فكرة تانية، أنت مثلًا هتذاكر عادي جدًا خالص الحاجات اللي مطلوبة منك يوميًا، تذاكر وتلتزم. أول خطوة عشان حل التراكمات أصلًا يعني step number 1 إنه أنا أذاكر أول بأول، لإن الحاجات لو ما اتذاكرتش أول بأول خلاص بقت تراكمات وانضمت لجدول التراكمات. فأنا عشان أحل المشكلة دي من الأول أذاكر أول بأول، ومن الأول ما أراكمش أو أحاول على قد ما أقدر إن أنا ما اراكمش حاجة ورايا تمام، فأول حاجة أنت تذاكر اللي وراك أول بأول، تاني نقطة إنه في اليوم بتاعنا عادي أنا ذاكرت أول بأول آخد بقى مادة أو نُص مادة زي ما قُلت لكم، نُص التراكمات اللي عليَّ في اليوم ده، النهارده مثلًا متراكم عليَّ باب الأحياء مثلًا، آخد نُص النهارده ونُص بكرة إن شاء الله، كده في يومين خلصت الأحياء، وأنتم عندكم 5 مواد في خلال 10 أيام إن شاء الله تكونوا خلصتوا كل المتراكم عليكم، يعني دي مجرد أفكار بتيجي لي إن أنا أقولها لكم، وباحس إنها فعلًا هتفيدكم، بس الفكرة إن إحنا نطبّق، الفكرة إن إحنا نطبّق ونلتزم بالكلام ده كله. الفكرة إن أنا ما اراكمش حاجة ورايا، الفكرة إن أنا على قد ما أقدر أحاول إن أنا ما اخلّيش فرصة تعدّي منّي من غير ما استغلّها صح، على قد ما أقدر أكون حاطط قدّامي الtarget بتاعي إن أنا أفرّح نفسي وأفرّح أهلي، على قد ما أقدر أوصل لحلمي، على قد ما أقدر أبقى الشخصية اللي أنا نفسي أكون عليها، وأبقى الشخص اللي أنا نفسي أوصل له، حاول مرّة و2 و3 مش مشكلة أنت النهارده مقصّر، مش مشكلة أنت النهارده مكسّل، ما فيش مشكلة، بس الفكرة خلّيك بعد كده إن شاء الله تكون active وخلّيك بعد كده تكون كويس. وحاول تقضي على المشاكل اللي بتسبب لك إنه كسلان أو مرهق أو مش عايز أذاكر، شوف إيه اللي بيعطّلك وحاول إن أنت تكنسله، شوف إيه اللي بيعطّلك أو حاول إن أنت تلغيه خالص من حساباتك وإن شاء الله ربنا هيكرمك.
أنا باحبكم، مع السلامة.